في تردد بيخلي الواحد بدل ما بيتحرك لقدام بيرجع ورا، وفي تردد يخليك بدل ما انت واقف متكتف تتحرك لقدام، وفي تردد تالت خالص جدا نهائي يقدر يسمرك في نقطة النص المميت. ونقطة النص المميت دي عزيزي المستمع هي أصعب و... 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 وأكتر مكان ممكن الإنسان يتقدر فيه، لأن لو معرفش يخرج من هناك ازاي هيفضل عايش طول عمره بيهرب منه فيه. وده بجد. ازيكم؟ أنا ستيفن هاني، وده برنامجكم الانتقال من اليأس إلى لا بأس يا أعزائي المستمعين. عاملين ايه؟ أتمنى يا رب الكل يكون بخير وبصحة وبسعادة وبسلام نفسي قبل أي شيء. طبعا يعني كل سنة وانتم طيبين الأول بمناسبة عيد الأضحى. أتمنى الكل يكون قضى عيد سعيد وبتاع، الناس كلها تكون فرحت. لكن أنا كستيف ما فرحتش. تقول لي ايه علاقتك وبتاع، أقول لك ايه ده يا عم، مش ده. كان بقالي فترة كبيرة جدا بصراحة، يعني متردد في حاجات كتير، بحاول ادور على حالي. للناس القديمة اللي مشاركاني الرحلة من الاول عارفة ان ستيفن بيحب حاجات كتير جدا، لكن هل هو ملاقي نفسه في الحاجات دي؟ بصراحة ما بين واللا. وإجابة السؤال ده هو موضوع حلقتنا النهاردة، ما بين واللا. التردد يا عزيزي المستمع هو اكتر شيء ممكن يسرطن دماغ الانسان من حيث اتخاذ القرارات. لو انت انسان عندك شخصية قيادية هتبقى عارف كويس جدا معنى كلمة ومعنى كلمة لا. لكن في بعض من الاوقات ظروف الحياة بتجبرك ان انت تبقى واقف مش عارف تقول ولا قادر تقول لا، بسبب ان الحاجات اللي انت تعرضت لها كتير جدا، وكانت 3/4 ده لو ما كانش كلها مواقف صعبة. واختيارك مهما كان، سواء كان في الوقت اللي لازم تقول فيه وجعك، فاكيد لما تيجي تختار لا، عقلك الباطن ولا هيديك هنت لمدة ثواني: يا فلان انت لو قلت لا انت هتتنفخ، هتخسر وتخسر 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 وتخسر. طيب خلاص، بلاش 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 يا عم، خلاص انا اسف. طب لو قلت هتخسر حالك، فتبقى واقف في النص المميت، قاعد بتراهن نفسك على نفسك ان انت هتكسب او هتخسر نفسك. فالموضوع بيبقى صعب. استيعابك للشيء اهم من اهمية الشيء نفسه. يعني عشان حاسس ان انا كلامي ملعبك فابسطها لك. في موضوع مهم جدا بالنسبة للناس اللي حاسة شعور، يعني شعور النمب، NUMB، اللا احساس او التخدير. انا متخدر مش حاسس بشيء. بص، انا هقولك كلمتين وهقفل الموضوع ده عشان ده ليه حلقة لوحده، وانا قلتها من كام دقيقة على فكرة. احساسك باهمية الشيء اهم بكتير جدا من احساسك بالشيء نفسه. يعني مثلا اللي يعرفني من زمان يعرف ان انا يعني سيناريست صغنن لسه ببدأ في موضوع الكتابة. بدأت كتابة من 2020 او قبل كده كمان، بس لما اعترفت ان انا بدأت اكتب فعلا ده كان في 2023 في شهر 6. يوم ما كتبت عمل مسرحي كبير جدا بصراحة. كنت فاكر ان هو عمره ما هيطلع للنور، لكن جس وات دلوقتي هو حاليا بروسيسنج، يعني شغال عليه، هيبدأ يطلع للنور قريب. والمناسبة الكل هيكون مدعو، اي حد بيستمع هنا هيبقى مدعو دعوة مهمة جدا لحضور العمل ده، بعيدا بقى عن الموضوع وبعيدا عن العمل.
انا لما جيت كتبت العمل ده، هتصدقوني لو قلت لكم ان انا ما حسيتش باي شيء؟ ده بجد. انا لما باجي بكتب اي مشهد من المشاهد بحس ان انا ما ايه ده، يعني ايه يعني، ايه المشكله، فين الجديد؟ على الرغم ان السياق اللي مكتوب بيه سياق مختلف تماما، لكن بتحس من جواك ان انت ما عملتش شيء. بس احنا بنسقط حاجه مهمه جدا، ان احنا بننسى اهميه الحاجه دي. انت بتنسى اهميه اللي انت عملته، فده بيخليك برضو ترجع لنفس النص المميت اللي ممكن يمسك دماغك يفرمها من كتر التفكير. انا ليه اعمل ده؟ طب انا هوصل ده ليه؟ هوصل له ليه؟ وايه الاستفاده؟ هعمل ايه يعني؟ وبعد لما هوصل ايه اللي هيجرى؟ ولا حاجه. اجابه الولا حاجه هي اكتر اجابه ممكن تكون مؤلمه على حياتنا احنا كبشر، وبالذات لو هي فعلا هتوصلك للولا حاجه. يعني لو انت لسه في بدايه مرحله استكشافك لنفسك او استكشافك للمواهب اللي جواك، هتلاقي نفسك ان في اجابات كتير قوي، اجابات كتير جدا اخرتها عندك ولا حاجه. فما تركزش في الولا حاجه اللي طلعت دي، وركز في اهميه الحاجات اللي انت اشتركت فيها حتى لو وصلتك للولا حاجه. يعني مثلا انا عندي دور مهم جدا المفروض ان انا همثله كمان 3 ايام على مسرح كبير مع ناس كبيره ومهمه بالنسبه لي. بعد لما هنزل من على المسرح هتحيا وبتاع، هل حسيت بحاجه؟ برضو لا، وده شعور مميت. لكن لما هاجي هبص ان انا قد ايه عملت حاجه صح، عملت حاجه حلوه، وده هو اللي هيخلينا نبعد شويه عن فكره ان انا مش حاسس بده. تدريجيا مفيش حاجه هتجيلك كده خبطه مره واحده، ومفيش حاجه هتفضل تطبطب عليها طول عمرك الا نفسك. بصراحه دي بقى اللي لازم تطبطب عليها طول عمرك عشان تعرف تكمل. ومش وجهة نظر فلسفية على قد ما هي واقعية. تمام. فترددك في اتخاذ القرار عامة، او ترددك في اي شيء في حياتك، هيوديك في داهية. اعرف انت متردد ليه. عايزين بقى نحل الحوار ده. اعرف انت متردد ليه. انا متردد دلوقتي عشان مش عارف اخد قرار في ريليشن شيب مثلا مؤذية. فنط ورقك، امسك كده حالك، وامسك سبب اللي انت بتبعتر بسببه وملعوب في دماغك 2 بلدي و3 بسر وقاعد عمال تترقص. امسكهم كده، فنط 1 2 3 4. 1، انا مش عارف اقول لا عشان انا لوحدي، ولو الريليشن شيب دي انتهت انا هفضل لوحدي. 2، عشان حاسس ان انا مثلا مكروه من البشر. 3، عشان حاسس ان انا كذا، عشان حاسس ان انا كذا. وابدأ حلل كل اختيار من اللي انت قلته ده. بلاش حلل ليه، عشان احنا عالم بسيط، احنا من شبرا يا جدعان، يعني ممكن ننزل بالريتم التفكير اللي تحت حبة. طيب، امسك الحاجة اللي انت متضايق منها دي، فصصها كده لا مؤاخذة، وقف قصاد نفسك وقول انا حتى لو انا ممكن اكون لوحدي دلوقتي، بس مش هبقى لوحدي بعدين. يا عم افرض قعدت لوحدي، ايه المشكلة؟ هلف انا سجاير كليوباترا لوحدي، مش حوار، انا ما فيها ايدين. وبعدين ثانية، يا بني ادم يا ابن الحلال، ويا بني ادم يا بنت الحلال، كل واحد فينا جواه كنز، اقسمت بالله وحياة الهي والهك. الناس هتحفي لما تعرف ان هو موجود عندك عليك. الناس هتحفي عليك اول ما يعرفوا ان انت جواك الكنز الجميل ده. وده بجد عن تجربة شخصية على فكرة. كنت متردد زمان جدا في ان انا اتعامل مع البشر، وده بجد ما كنتش بحب ان انا اتعامل مع اي بشر، كنت بكرههم جدا عشان دايما شايفهم مؤذيين في كل الحالات. حتى لو كنت انت سلمت لهم الامان، هيقولوا لك ايه يا مان، لبست الخازوق، اقعد بقى. فلا،
عامة كلنا بنتطلع للأحسن، كلنا بنتطلع ان احنا ما نبقاش تايهين، كلنا بنتطلع لاننا ما نبقاش في الدوخة دي وفي التوهة دي. تمام. و50% من اسباب التوهة هو عدم الاستقرار على قرار. ودي مش ده مش نثر والله ولا قافية، بس انا بتكلم جد. فكرة ان انت تبقى قاعد متعلق في النص المميت او او اللي هو مش عارف اوضحها ازاي. انا دلوقتي واقف في نص الطريق، في نص الطرقة. اول الطرقة عندك مكان حلو جدا بس مفيهوش اي حاجة من الحاجات اللي انت بتعيش بيها. واخر الطرقة مكان الله وحده اللي عارف قد ايه هو مؤلم، لكن فيه كل حاجة انت عايزها. فبتبقى واقف مش عارف تعمل ايه. طيب اول حاجة احنا قلناها ان احنا نعرف هو شعور التردد ده جايلنا ليه ومنين، ونفهمه. وبعد الفهم نحاول اننا ناخد قرار بشكل غير مباشر. بمعنى كنت اعرف ناس ما بيحبوش يتعاملوا مع بشر زي، فبقى توتو على كبوتو، الاتنين بقوا بيقولوا كتموتو. الناس دي بقت يعني بقت بترتاح لبعض. تاني وتالت ورابع قلتها في حلقات كتير جدا، مفيش شيء بيفضل على حاله، وزي ما مفيش شيء بيفضل على حاله اطمن. وده بجد خدها مني كلمة، انت عمرك ما هتفضل على حال التردد او الخوف او عدم الشعور ده على طول. هتلاقي نفسك مرة واحدة بقيت واقف كده، انا عديت. هتيجي لوحدها ازاي بقى؟ دي هتيجي مع اختلاف كذا عامل. محاربتك للخوف ده، تمام. عدم وقوفك عن المحاولة. وتاني وتالت ورابع ده جهاد، انت بتجاهد في حق نفسك عشان خاطر نفسك. تخيل يا عزيزي المستمع، انت بتعمل كل حاجة لكل اللي حواليك، لكن ما بتعملش حاجة عشان خاطر نفسك. دي كارثة. يا عم الفكسر، يا أستاذة السباكين، بالله عليكي ما تصلحيش مواسير الجيران اللي مش معاكي في نفس العمارة، وسايبة المواسير اللي فوق دماغك عمالة تنقط عليكي، هتغرقك. نفس الحوار يا حبيب قلبي، الموضوع كله ليه علاقة بيك مش بأي حد تاني. عايز تصلح من البشر، صلح نفسك الأول واعرف انت عايز ايه، وساعتها هتلاقي نفسك بقيت بتعمل كل حاجة بالأسلوب الصح. ترددك هتلاقيه بدأ يقل مع الوقت. أنا كنت في الأول مش هكدب بصراحة، للناس القديمة برضو، الناس القديمة كانت عارفة ان انا كان عندي فريق. الموضوع ده كان موضوع حساس جدا بالنسبة لي، محبش اي حد يتكلم معايا فيه ايا كان مين. لما انتهى او قبل ما ينتهي بحبة، كنت بخاف ان انا اكلم الناس اقول لهم تعالوا يا جماعة عندي الفريق وبتاع. حد يقول لي ليه؟ اقول له معرفش، بس انا مكنتش عايز، على الرغم ان انا من جوايا انا كنت هموت والفريق ده يبقى كبير ويبقى ناس وكتير والدنيا فيه تنجح. مش عشان يتقال ان ستيفن هو الالفا، بالعكس دي كانت اخر حاجه انا ببص عليها. بس الفكره كلها ان انا مكنتش عارف قيمه نفسي ساعتها، وكنت متردد جدا. هيبصولي ازاي؟ طب هيبصوا فيا فعلا نظره وحشه، وانا مكنتش حمل اي كومنت ساعتها بسبب ان انا كنت مضغوط ضغط كبير جدا. فنفضل واقفين ونرجع لنفس السؤال. تخيل ان انت بعد كل اللي انت عملته في حياتك ده، ممكن حياتك كلها تبوظ بسبب شويه تردد عن اسباب، معلش يعني في الكلمه، ملهاش لازمه. ده بجد. الموضوع كله بينصب في تفكيرك وفي اسلوبك وفي حياتك. لو انت هتعرف تتعامل في ده، صدقني هتكسب حاجات كتير. لو عرفت تقول للتردد اركن انت حبة على جنب
انا همسك الموضوع ده هفصصه، وبعد لما افصصه افهمه، وبعد لما افهمه هبدأ اكرر فيه واحدة واحدة. بعد القرار واحدة واحدة ده لازم تقوم رازعها كده. مش نو ريسك نو فن. ما هو الاسباب او العوامل اللي انا قلتها لك من شويه دي هي اللي هتخلي مفيش حاجه اسمها نو ريسك نو فن. انت كل خطوه انت بتعملها بقت محسوبه وكويس جدا، وبتعرف ان اللي بيضايقك ده هو مجرد وهم، مش حقيقي، مش حاجه موجوده معانا. هو كان كل العركه دي كانت في دماغك انت بس، وديك بتفوق. ف لو كنت استفدت هتلاقي ان الموضوع فعلا بقى بالنسبه لك انت غير ومختلف. هكتفي بده دلوقتي، وده بجد. شكرا لكل من استمع، وحقيقي من كل قلبي انا مبسوط ان حلقة زي دي طلعت كده، واسف على الغطسة، بس حقيقي الله وحده يعني العالم، زي ما هو برضو عالم بحال كل واحد فينا. ف اكاونت الانستجرام تحت، اي حد يحتاج اي شيء، حد عايز اقتراح لحلقة جديدة، انا افايلبل جدا، ومن اكتر الناس اللي بترد على طول بعدها مثلا ب6 ايام ولا حاجة، عادي يعني مش حوار. فشكرا لكل حد استمع، ونتقابل في حلقة تانية ان شاء الله قريب.